السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة اعمل معاكم طريقة عمل السردين المقلي بطريقة وخلطة جديدة. بس اكيد طبعا هتعجبكم. تعالي بقى شوفي معايا المكونات ايه. معايا دلوقتي سردين اللي هو الطازج ده، ماهوش مثلج. ده سردين، انا الصراحة مش عارفة اسمه، بس هو ده سردين كده اللي هو طازة يعني. ومعايا نص معلقة توم باودر، ونص معلقة بصل باودر، ونص معلقة بابريكا، ونص معلقة كمون، ونص معلقة فلفل أسمر، ونص معلقة كزبرة، ومعلقة صغيرة ملح. ومعايا ليمونتين، ومعايا معلقة صلصة. دلوقتي هقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعض. بجد بقى جربي الطريقة دي واكيد هتعجبك جدا يعني. هجيب بقى معايا معلقتين زيت، اي زيت، زيت زيتون، زيت اكل، اي حاجه. وربع كوبايه ميه، وهضيفهم بقى على الخليط ده كده علشان يبقى مرن كده شويه. مش كتير، بس معلقتين زيت. وبعد كده بقى ايه، هنقلب ده كله كويس مع بعض عشان كل المكونات دي تندمج مع بعضها كده. وبعد كده بقى هتبل فيها السمك ده إيه كويس كده من بره ومن جوه. انا مش هفتحه، انا مش هقطع السمكه كده يعني من ظهرها، علشان هي كده كده يعني ايه، هي طازه يعني، ومش كبيره قوي، هي حجم متوسط كده، بس هي اكيد هتشرب من بعضها. دلوقتي بقى همسك السمك كده، انزل بيه في الخلطه دي كده، اخليه يشرب منها من بره ومن جوه. طريقه بجد جميله جدا. دلوقتي بقى خلص كل الكميه اللي معايا دي بنفس الطريقه. وبعد كده بقى ايه هرجعها تاني كده في البولة، واغطيها واحطها في التلاجة، يعني لمدة 6 ساعات كده. دلوقتي بقى انا كده خلصت الكمية، هحطها في التلاجة لحد 6 ساعات، وبعدين هطلعها. دلوقتي بقى معايا كوباية دقيق، ومعايا معلقتين نشا كبار. معلقتين نشا كبار دول مع الدقيق هيدي قرمشة للسمك فظيعة يعني. هيبقى السمك هيبقى لون وقرمشة، وطعمه كان تحفة بصراحة يعني. ده بقى العشاق، الناس اللي بتحب السمك المقلي. اكيد يعني كل الناس بتحب السمك المقلي. دلوقتي بقى هنزل كده بعد ما قلبت انا ما حطيتش ملح ولا حطيت اي توابل، لان السمك اصلا متشرب كل التوابل كلها في بعضها وفيها الملح، فانا مرضتش عشان ما يبقاش حادق قوي. فدلوقتي اكتفيت بس بالدقيق والنشا مع بعض، ونزلت كده بالسمك واحدة بواحدة كده واخليها تتعص كده خالص كلها في الدقيق، وبعد كده بنفضها
علشان لما اجي اقليها ما تبوظش، ما تبقاش عليها اي كلاكيع كده. فلما ننفضها كده كويس من الدقيق، فبتطلع الواحده بوحدتها كده شكلها كويس. دلوقتي بقى كده معايا طاسه على النار، حطيت بقى، هحط كده بقى الزيت. هسيبه الاول يسخن وبعد كده بقى انزل فيه بالسمنه. دلوقتي كان سخن كده بقى، هرص بقى السمك واحده جنب واحده كده. كده بقى كان السمك احمر، فقلبته على الجنب التاني. بجد الخلطة اللي انا عملتها عليه دي، التتبيلة دي مخليه ريحته جميلة، ومفيش فيه ريحة اي زفارة خالص نهائي للسمك. طبيعي ان اي سردين بيكون يعني مدى الزفارة بتاعته بتبقى اعلى عن اي سمكة يعني. فالتتبيلة دي ما بتخليش اي ريحة زفارة نهائي. بطلعه بقى كده ايه، بحاول ان انا اصفيه كويس من الزيت، وبحطه كده ايه طبعا على على مناديل كده، خليها ايه تمتص الزيت اللي فيه. هو كده كده اصلا ناشف جدا. معلقتين النشا اللي انا حطيتهم مع الدقيق مخليه يعني مقرمش كده، والمسام بتاعته مقفله، يعني مش شارب زيت كتير نهائي. هخلص بقى الكميه كلها اللي معايا بنفس الطريقه دي. ده بقى شكله بقى كده في الاخر. آه بتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس علشان كل ما انزل جديد يوصل لكم. وما تنسوش اللايك. يلا هسيبكم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم.